وبتمنى ان المغرب تعمل مفاجاه يعني. مفاجاتها ايه؟ تكسب اسبانيا في دور 16. لا مفاجاتها اعلى ابعد نقطه ايه؟ المغرب لو كسبت اسبانيا ما تعرفش. ما تعرفش. ماذا يحتاج منتخب المغرب للمرور من منتخب اسبانيا كابتن ضياء؟ طبعا الكوره يمكن هتبقى مختلفه زي ما قلت لك، الدور هيبقى مختلف جدا. لكن انا بعتبر ان صعود المغرب وكأول للمجموعه وبسبع نقاط وبكل هذه المعطيات انا بعتبره ان هو اكتر حاجه كانت مفاجئه للناس، والحقيقه كانت مفاجاه ساره جدا للعرب جميعا. العربي الوحيد المتأهل الى دور ال16 هو منتخب المغرب. ماذا يحتاج منتخب المغرب للمرور من منتخب اسبانيا كابتن ضياء؟ طبعا الكوره يمكن هتبقى مختلفه زي ما قلت لك، الدور هيبقى مختلف جدا. محتاج انه لازم تبقى الاستراتيجيه بتاعت تطويل الملعب تكتيكيا يعني تبقى تختلف. المغرب عنده عناصر تؤذي، يعني عنده عناصر تؤذي وديناميكيه لعب، لكن في النهايه لازم مساحات تضيق بشكل كبير جدا، لانه يظل المنتخب الاسباني في عمليه الاستحواذ ونقل الكوره يزهق الفرقه اللي قدامك، يخليك تزهق ويخليك تعمل ثغرات كتيره جدا في ناحيه الدفاع. فمحتاج صبر ومحتاج ما يستعجلش، والشوط الاولاني غير الشوط الاولاني غير الشوط الثاني، وبدايه الماتش تختلف بشكل كبير جدا، لكن هو هيبقى متعب جدا 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 المنتخب الاسباني. امير، شيء يدعو للفخر في الاساس انك تتاهل من دور المجموعات، واللي يزيد الفخر هو انك تتاهل اول مجموعه على حساب وصيف النسخه اللي فاتت وثالث النسخه اللي فاتت كاول المجموعه. مظبوط. شايف ده ازاي، وشايف ازاي يكملوا بفوز على منتخب اسبانيا للعبور لدور ربع النهائي لاول مره في التاريخ؟ لما هنيجي نبص على قائمة منتخب المغربي هنلاقي ان مليانة نجوم. لما هنيجي نبص على التشكيل الاساسي هنلاقيه كله محترف في الدوريات الخمسة الكبرى ما عدا رومان سايس اللي كان السنة اللي فاتت عادي جدا بيلعب في البريمير ليج. التوليفة دي والقائمة دي قادرة ان هي طبعا تعمل منتخب قوي. اكيد في عندك حكيم زياش في تشيلسي، في عندك سفيان بوفال في انجيل فرنسي، عندك يوسف النصيري اشبيليه، ياسين بونو واحد من افضل حراس الليجا، فليه ما تقدرش ان هي توصل لبعيد وان هي تتأهل من المجموعة؟ بس زي ما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت يا هاني، هي المشكله ايه في المنتخبات العربيه والمنتخبات الافريقيه؟ التعامل مع النجوم. احيانا النجم بيجي مصدق نفسه، انا اكبر من المنتخب، انا اكبر منكم كلكم، فده بيؤدي احيانا لصدامات، وده اللي حصل مع وحيد حمدي. نرجع تاني مع كابتن خالد وكابتن هشام، مين توقعاتك مين ياخد كاس العالم؟ الواحد بقى مش عارف دلوقتي. البرازيل اتغلبت والارجنتين اتغلبت وحاجات، واسبانيا اتغلبت الموضوع بقى صعب شويه، لكن برضو تبقى البرازيل والارجنتين مرشحين. انا من وجهه نظري الاثنين هيوصلوا الدور قبل النهائي وهيلعبوا بعض في الدور قبل النهائي. ومتوقع برضو انجلترا، يعني فرقه كويسه جدا من وجهه نظري يعني ممكن بقى نقول لك اسبانيا. وبتمنى ان المغرب تعمل مفاجاه يعني. مفاجاتها ايه؟ تكسب اسبانيا في دور 16. لا مفاجاتها اعلى ابعد نقطه ايه؟ المغرب لو كسبت اسبانيا ما تعرفش. ما تعرفش. كابتن هشام. صح. اتوقع طبعا البرازيل وفرنسا، يعني خالد ما اتكلمش على فرنسا. فرنسا فرقه كويسه جدا. فرنسا حتى اتغلبت. صح. بس اتغلبت، بس هم اتغلبوا بمزاجهم خلاص، ضامنين الوصول. وتونس عملت ماتش كويس جدا. موافقك صح، انا نسيت فرنسا. لكن فرنسا فرقه تقيله قوي. مفاجآت بالنسبه لحضرتك يا دكتور طارق تقول ان دي ما كانتش متوقعه بالمره في دور المجموعات؟ بص، من كتر ما حدث من احداث انت مش عارف تقول ايه ولا ايه، لان اولا الاثاره كانت بلاغيه. يعني انت لو رجعت كده للمونديال في تاريخه عشان تشوف بعد الجوله الثانيه كام فريق اتاهل، لا يمكن هتلاقي ان 3 منتخبات بس من اصل 16 اتاهلوا بعد جولتين، و13 منتخب منتظرين الجوله الاخيره. صح. وانك انت باستثناء ان كان خرج من السباق قطر وكندا، لان الاثنين كانوا خسروا المباراه الاولى والثانيه، كان ال 30 فريق الباقيين 30 فريق عندهم فرص في الصعود.
فمن هنا جاءت الدراما. لكن انا على الرغم من ان انا ما اتفاجئتش قوي بهذه المفاجاه، لكن انا بعتبر انه صعود المغرب وكاول للمجموعه وب7 نقاط وبكل هذه المعطيات، انا بعتبره ان هو اكتر حاجه كانت مفاجئه للناس، والحقيقه كانت مفاجاه ساره جدا للعرب جميعا. رغم ان انا كنت يعني اما قلت، يمكن قلت في اول يوم ان بين الفرق العربيه الاربعه المتواجده الفرصه الاكبر للتاهل للمنتخب المغربي، ايضا في وسط الفرق الخمسه، لان المغرب دوله عربيه وافريقيه في نفس الوقت. صحيح. من وسط الفرق الخمسه الافريقيه ان المغرب هي الاكثر حظوظا، لكن ما حدش كان متوقع ان هي تعمل هذه المفاجاه الساره، ان هي تطلع كمان على اول المجموعه، وانه ياتي على حساب كرواتيا وبلجيكا، وان بلجيكا تطلع خالص من السباق، وان ياخدوا 7 نقاط، اكبر عدد من النقاط يحصل عليه فريق افريقي في مجموعته في تاريخ المشاركات الافريقيه. هو ده اللي انا بعتبره النمبر 1 يعني في الدراما بتاعت كاس العالم.